ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا نتعرف مع بعض على الحاجات لازم نعرفها قبل المدرسة. لو انت في جونيور، لو انت في كي جي 2، في كي جي 1، وطبعا كل المراحل اللي بتبقى في المدرسة لازم تعرفوا حاجات مهمة. اول حاجة، مينفعش ولا صاحبتك ولا صاحبك يشربوا من الازازة بتاعتك. كل واحد ليه ازازة خاصة. لو جه قالك طب انا ازازتي خلصت، تروح حطاله حبة من ازازتك، لكن يشرب من ازازتك لا. تاني حاجة يا صحابي عايزة اقول لكم عليها، هي مهمة جدا، ان ما ينفعش انا وصاحبتي ندخل تويلت واحد مع بعض. لو في كذا تويلت هي تدخل تويلت وانا ادخل تويلت. لو في بقى تويلت واحد ادخل جوه التويلت واقفل على نفسي بالمفتاح. وصحابي كمان ما ينفعش ان احنا بعد ما نطلع من التويلت نظبط هدومنا، لا، نظبطها جوه التويلت وبعدين نطلع. صاحبتي لما انا اخلص واطلع هي تدخل. في كمان اماكن في جسمك ما ينفعش حد ولا يشوفها ولا يلمسها، عشان لا، ده ما ينفعش وعيب جدا وحرام كمان. ولو حد عمل لك كده ما تخافيش، قولي للميس بتاعتك وقولي لماما، وهم عشان كبار زي ما قلت لكم هيعرفوا يتصرفوا كويس جدا وهيتصرفوا في الموضوع ومش هيحصل لك كده تاني. ماشي يا صحابي؟ ننتقل بقى يا صحابي لتالت خطوة. لازم يا صحابي ما ينفعش ان احنا نتريق على حد خالص خالص يا صحابي في المدرسة. وكمان تراعي شعور، يعني انتي ممكن تتريقي على واحدة فديت تقعد تعيط تزعل، ولو حد اتنمر عليكي او عمل كده انتي تروحي تقولي للميس بتاعتك او مامتك، لكن ما تقعديش تعيطي او كده. بس يا صحابي ما ينفعش برضو ان انتي تخلي واحدة صاحبتك تزعل منك، او لو انتي عملتي كده كل صحابك هيبعدوا من ناحيتك ومش هيرضوا ان هم يكلموك، لانهم عارفين ان انتي اي حاجة هتلاقيهم غلطانين فيها هتنمري عليهم. ما ينفعش يا صحابي ان احنا نتنمر على حد. انا بس هحكي لكم على موقف حصل لي وانا في المدرسة. كان في ولد واتلخبط ما بين الصفحتين اللي كانوا في البوك فكتب غلط، فالميس خلته لما قالت ايه ده مش عارفه ايه وكده كل الكلاس ضحك. انا سكت ان غلط ان انا اعمل كده. ولما الميس قالت انتوا على فكره اللي ما ضحكش، وانا قلت لها يا ميس انا ما ضحكتش، هما اللي ضحكوا كلهم ضحكوا الا انا. الميس عاقبت اللي ضحكوا، ما انا ما اتعاقبش معاهم. فكروا يا صحابي انتوا اللي تكونوا مكانه كل الكلاس ضحك عليكم. فبجد بجد بجد ما ينفعش خالص خالص ان احنا نتريق على حد او نضحك على حد او نعمل كل الحاجات. لما حد يضايقنا او يعمل كده انتي تروحي تقولي لماما او للتيتشر، اي من دول، يا ماما يا تيتشر، هما هيتصرفوا كويس جدا، هما كمان اكبر مننا فيعرفوا يتصرفوا ويقولوا لا ما يتعمليش كده. ويعني اخر حاجه يا صحابي معانا هو ان انا عشان السنه دي ما اشتريتش يونيفورم خالص، ومش لازم يعني تقعدي تقولي ماما ماما انا عايزه اليونيفورم. يا حبيبتي انتي عندك واحد احسن من، لا، بس هشتري يونيفورم في حالتين: حالة لو اليونيفورم اتغير، وكمان يا صحابي لو لبسنا صغير علينا. في الحالتين دول تلاقوا خلاص اليونيفورم على مقاسنا، ماما طبعا عايزه اجيب جديد، ليه يا انتي على مقاسك وتمام وكل حاجه اغسلهولك ويبقى عامل زي صحابي الجداد؟ لا لا يا صحابي، مش لازم عشان صاحبتك جابت يونيفورم جديد يبقى انت كمان تجيبي يونيفورم جديد. ليه يا صحابي؟ ما ينفعش. ممكن تكون صاحبتك اليونيفورم صغير عليها او في حاجه اتقطعت منها او اي حاجه من دي، فعشان كده بتجيب يونيفورم جديد عادي. لكن انت مقاسك مفيش حاجه مقطوعه وكل حاجه تمام وما تغسلهولك وتكوهولك ويبقى زي الفل، لكن بقى مش لازم تجيبي واحد جديد عشان يبقى حلو عليكي. ليه؟ وده يا صحابي مش ينطبق على اليونيفورم والشنطة بس، ده ينطبق على كل حاجة، الأقلمة بقى والحاجات اللي زي دي. طبعا احنا كلنا بنشوف حاجاتنا وحشة، لو عندنا، بصوا، لو عندنا أحلى حاجة نشوف حاجاتنا وحشة وحاجات صاحبتي حلوة قوي وانا عايزة اجيب، انا عارفة كنت كده بقى تكون دي اخر حاجة، ونتعلم ان احنا ما نبقاش متبذرين، صح؟ مبذرين، لان المبذرين اصحاب الشياطين. واحب اقول لكم بقى في كل فيديو لازم اقول اسامي. يلا بينا، انا بقى يلا بينا: كوثر، حنين، مكة، حبيبة، مليكة، هنا، ملك، ريهام، جودي. انا بحبكم جدا وعايزاكم تكتبوا تعليقات اكتر 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 لحد ما يوصلوا ل100.
لو حبيتوا الفيديو اكتبوا لي تحت في التعليقات. باي باي.